بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. جبت لكم بقى أهو كتاب المعاصر للترم التاني عشان نبدأ مع بعض ندندن كده في الدروس بتاعتنا بتاعت رياضيات الترم التاني، درس كده بمنتهى البساطة والسهولة. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروني إن شاء الله في شرح دروس الرياضيات للترم الثاني الصف الأول الإعدادي. أهلا بكم. الدرس الأولاني اسمه الضرب المتكرر في نون. الضرب المتكرر في نون. طب تعالوا كده نفهم الأول إيه هو الضرب المتكرر وإيه هي نون. نون دي اوعى تكون ناسي إن نون دي اللي هي مجموعة الأعداد النسبية. مجموعة الأعداد النسبية. الأعداد النسبية. إيه مجموعة الأعداد النسبية دي يا مس؟ أي عدد في صورة ألف على ب بحيث إن ب لا تساوي الصفر، ده بسميه عدد نسبي في صورة ألف على ب. وكنا قلنا كمان إن الأعداد الصحيحة كلها أعداد نسبية. كل الأعداد الصحيحة أعداد نسبية. الصحيحة إيه؟ الموجبة والسالبة. طيب ده بالنسبة لي سريعا كده ايه هي الأعداد النسبية، واحنا طبعا خدناها كلها في الترم ايه الأولاني. طب يعني ايه ضرب متكرر؟ بص، لو أنا عندي عدد مضروب في نفسه كذا مرة، يعني لو قلت مثلا 3 في 3 في 3 في 3، ده عدد مضروب في نفسه كم مرة؟ 4 مرات، فأصبح اسمه دلوقتي ضرب متكرر. فيبقى ده 3 تمام مضروبة 4 مرات، برفعها الأس 4، يبقى دي 3 أس 4. يبقى هنا ده سميته إيه؟ ضرب متكرر. بيساوي 3 أس 4. 3 دي بسميها الأساس، والأربعة دي بسميها الإيه؟ الأس. فدي 3 أس 4. طب هي التلاتة يا مس عدد نسبي؟ عدد نسبي. إزاي يا مس؟ مش إحنا عارفين إن التلاتة دي أصلا 3 على 1؟ يعني دلوقتي أنا قدرت أحطها في صورة ألف على ب. يا مس حطيتها في صورة ألف على ب، بقت عدد نسبي. يبقى كل الأعداد الصحيحة زي ما اتفقنا أعداد إيه؟ نسبية. طيب تعالوا بقى نشوف أول قانون من قانون الضرب المتكرر في نون. أول قانون، أول حاجة بيقول لي لو أنا عندي العدد ألف على ب، ده القانون الأولاني أهو. العدد ألف على ب عدد نسبي. العدد ده كله مرفوع لأس مثلا أي حاجة، أس 5 مثلا. ألف على ب مرفوع لأس 5 أهو. غير بس القلم ده أهو. ألف على ب مرفوع الأس 5. أول حاجة اللي هنا القانون الأولاني بوزع الأس اللي هو اسمه إيه؟ توزيع الأس. توزيع الأس يعني إيه يا مس؟ يعني بوزع الأس على البسط والمقام. ده طبعا في صورة بسط ومقام. بوزع الأس على العدد النسبي فوق وتحت. فبقول له هنا بتبقى ألف أس 5 على ب أس إيه؟ أس 5. تمام. والخمسة دي اللي هي نون عدد صحيح موجب، بيكون عدد صحيح ايه؟ موجب، خد بالك. فيبقى هنا البسط أس 5 والمقام أس 5. تمام. اعطيني مثال. فمثلا بيقول لي 2 على 5 الكل أس 3، وبنفكها 2 أس 3 و5 أس 3. وإن شاء الله لما أجي أحل التمارين التدريبات ان شاء الله هقول لك نستخدم الاله الحاسبه ازاي في ان انا افك 2 اس 3 و5 اس 3 بمنتهى البساطه، وطلعها ب 8 على 125. كل ده بنقدر نستخدم فيه الاله الحاسبه. طب ده القانون الاولاني. ايه هو ايه القانون الاولاني؟ قولي تاني كده يا مس. اللي هو توزيع الاس. توزيع الاس. انا بوزع الاس خلاص على الاساس فوق بسط ومقام. طب القانون التاني، خد بالك، بقول لك ملحوظه مهمه جدا، دي كمان مهمه جدا، خد بالك منها قوي. اللي هي ايه؟ لو انا عندي الف على ب الكل اس صفر، اي عدد مرفوع لصفر فهو بايه؟ بواحد. اي عدد مرفوع لاس صفر بواحد. يعني مثلا لو قلت لك 3 على 7 الكل أس صفر، اوعى تقولي ده بصفر يا مس، لا، ده طالما مرفوع أس صفر يبقى على طول بإيه؟ بواحد وأنت مغمض عينيك. ده مهم جدا. إيه القانون التاني من قوانين الضرب المتكرر في نون؟ وده مهم قوي برضو. ان انا لو انا عندي عدد نسبي، اي عدد نسبي، وكان العدد النسبي ده هو عدد سالب مثلا، يعني لو قلت لك مثلا سالب 3 على 4 ومرفوع لأس، الاثنين دول سالب 3 على 4 مرفوع لأس زوجي. أس زوجي، خد بالك. الأس الزوجي ده هو بيطير الإشارة، فيبقى 3 على 4 أس 2 خلاص. وبوزع الأس زي ما اتفقنا، 3 أس 2 على 4 أس 2. 3 أس 2 ب9 وال4 أس 2 ب16، تبقى 9 على 16. يبقى إذا كان القانون التاني، إذا كان العدد النسبي مرفوع لأس زوجي، فالأس الزوجي بيطير لي الإشارة السالبة.
يبقى تاني العدد النسبي المرفوع لأس زوجي بيطير الإشارة السالبة. طيب لو عدد نسبي ومرفوع لأس فردي، يعني سالب 3/4 مرفوع لأس فردي يعني مثلا ايه الأعداد الفردية أو عقول مش عارفها، اللي هي 1 و3 و5 و7 و9 وأي عدد بيبدأ بالأعداد دي، هي دي الأعداد الفردية. تمام. فلما يكون عندي عدد نسبي سالب مرفوع لأس فردي، فالأس الفردي ده هو بيحافظ لي على الإشارة، فهيبقى سالب 3/4 بخرج الإشارة السالبة بره أس 3. يبقى هنا السالب زي ما هي لأن خرجتها بره 3 أس 3 على 4 أس 3. خلاص، اللي هي 3 أس 3 اللي هي 3 في 3 في 3 خد بالك اللي هي ب27، و4 أس 3 اللي هي 4 في 4 في 4 اللي هي ب16 في 4 16 في 4 ب64. تمام. يبقى 27 على 64. يبقى ده كده باختصار جدا جدا 3 قوانين للضرب المتكرر في نون. خد بالك منهم كويس جدا. اعرف يعني ايه ضرب متكرر في نون، اعرف الاول يعني ايه عدد نسبي، وبعد كده اعرف قوانينه. اول حاجه توزيع الاس، بوزع الاس على البسط والمقام في العدد النسبي لما يكون في صوره بسط ومقام. تاني حاجه اي عدد نسبي اس صفر فبيبقى واحد دوما على طول. تالت حاجة لو العدد النسبي ده هو السالب، عدد النسبي السالب مرفوع لأس زوجي، فالأس الزوجي بيطير الإشارة اهو ببساطة. ولو مرفوع لأس فردي فالأس الفردي بيحافظ على الإشارة. انت غلطتي يا مس ونسيتي تحطي الإشارة هنا اهي. تمام. طب تعالوا كده مع بعض سريعا ناخد كده مثالين من الكتاب في الجزء بتاع حاول بنفسك اهو. في أبسط صورة بقول لي أوجد في أبسط صورة خمس 1/5 أس 2. اتفقنا ان احنا بنوزع الأس، يبقى 1 أس 2 بواحد دوما، و5 أس 2 اللي هي 1/25. طيب -4 أس 5 نفس الكلام، الأس زوجي يبقى هتطير الإشارة السالبة على طول، فهيبقى 4 أس 4 فوق على 5 أس 4، وبنعملها بالآلة الحاسبة. بس أنا عايزة أجيب الآلة الحاسبة إن شاء الله في الفيديو الجاي ونعملها مع بعض بالآلة الحاسبة. هنا ده أس فردي، خد بالك فردي يعني حافظ على الإشارة يا مس أهي. 2 أس 3 2 أس 3 على 3 أس 3 اللي هي سالب 2 أس 3 ب8 على 3 أس 3 ب27 بسالب 8 على 27. 1.5 أس 4. الأول هنا برفع العدد ده عدد كسري، خلاص برفع العدد ده هو الأول، يعني برفع الكسر، فبقول له 1 في 2 ب2 و1 يبقوا 3 على 4 3 على 2 اسف 3 على 2. خلاص 1 في 2 ب2 و1 يبقى 3 على 2 الكل أس 4. خلاص. وبرضو بعملها بالآلة الحاسبة تبقى 3 أس 4 على 2 أس 4. إن شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي، هحل مع بعض التمارين اللي هي تمارين 1 على الضرب المتكرر مع بعض، ونشوف بالآلة الحاسبة نقدر نطلعها ازاي بسهولة من غير ما اتعب نفسي ولا اضرب ولا أي حاجة. ربنا يوفقكم إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان نتابع مع بعض باقي الفيديوهات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.